مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ملفات الرياضية. الحديث اليوم سيكون عن باقي الرياضات وباقي الاتحادات بعيدا عن كرة القدم. سنتحدث عن الرياضات الأخرى التي بدأت هياكلها في التجديد، ورؤساء الاتحاد يتغيرون من يوم إلى آخر على مجمل الاتحادات الرياضية تابعة للهيئة الأولمبية الجزائرية. سنتحدث عن هذه الانتخابات أو الجمعيات الانتخابية التي تجرى، وهناك أخرى تتأجل، وهناك أخرى أيضا يرفض رؤساؤها الحاليون من الترشح لعهدة أخرى. سنتحدث عن القوانين التي تضبط هذه العملية، وعلى كل الخصائص التي يجب أن تتوفر في أي مترشح للترشح لمنصب رئيس اتحادية رياضة ما. كل هذا مع ضيوفي الأكارم، البداية بكمال بن مسي رئيس السابق للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى والمترشح الحالي لمنصب رئيس الاتحادية. بحول الله، بارك فيك، بحول الله أنا مترشح، ونشكرك على الاستضافة هذه. شكرا على قبولك الدعوة. سلم على الكوليغ اللي راهم حاضرين هنا. نعم. إلى جنبه أحمد شباركة رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة المنتهي عهدته. هكذا. أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة. شكرا على قبولك الاستضافة. في الجهة المقابلة الإعلاميين العربي بوعزة من جريدة لوطون الجري. أهلا بك العربي. أهلا ومساء الخير لجميع المشاهدين. إلى جانبي أيضا الاختصاص كل ما تعلق الأمر بالرياضات الأخرى عبد الصغواني. أهلا بك عبد. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون في حسن الظن إن شاء الله. إذا نعطي لكم مشاهدينا الآن نشاهد هذا التقرير الذي يلخص أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها في هذا العدد. تغيير من أجل التغيير أم تغيير من أجل تحقيق نتائج أفضل؟ هو السؤال الذي بات يطرحه المتتبع لشؤون الرياضة في بلادنا بمختلف اختصاصاتها. تغييرات مست لحد الآن 15 اتحادية كاملة، والتي منع رؤساؤها من الترشح لعهدة جديدة بأوامر من المسؤول الأول عن قطاع الرياضة في الجزائر. اتحاديات فشلت في تحقيق النتائج المرجوة منها، ووقعت في هفوات في النصوص القانونية خلال العهدة الأولمبية 2013-2016، ما دفع بوزير الشباب والرياضة الهذي ولد علي لاتخاذ إجراءات صارمة في حق رؤساء الاتحاديات الذين فشلوا في تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة لبعضهم، وخرق القوانين بالنسبة للبعض الآخر. الصراعات الشخصية بين أعضاء المكتب الواحد هي الأخرى ساهمت في خلق مشاكل كبيرة في بيت الاتحاديات، التي لطالما فضل البعض من أعضائها تقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الرياضة والرياضيين، ليكون المتضرر الأول والأخير هو الرياضة الجزائرية ورياضي النخبة. فهل هذه التغييرات التي مست الاتحاديات بمنع أغلب رؤسائها السابقين من الترشح لعهدة جديدة في وقت تعيش فيه الجزائر فترة التقشف سيساهم بالنهوض بالرياضة في بلادنا، أم أنه سيكون له أثر عكسي ويزيد من حدة المرض الذي بات ينخر هذه الرياضات في بلادنا بعد أن أصبحت تعجز عن تحقيق الميداليات التي لطالما عودت الجزائر على حصدها؟ الأيام القليلة القادمة هي الكفيلة لوحدها بالإجابة عن ذلك. الأيام القليلة هي الكفيلة، لكن سنحاول الإجابة على بعض التساؤلات في هذا العدد. نبدأ بك ربما عبد. انتخابات هذه المرة يعني نقول أنها في ظروف مغايرة عن سابقتها، لأنه لم نشهد يعني هذه المغادرة بهذا الكم، يعني تاع رؤساء في على ضربة واحدة كما نقولوا، ومن طرف أيضا تدخل لوزارة الشباب والرياضة في إبعاد هؤلاء الذين وصفتهم بالفاشلين في تحقيق النتائج المطلوبة. ما فيش جديد. لماذا؟ لأن في نهاية العهدة السابقة ما قبل هذه يعني كانت أخذت يعني نفس القرارات بما يخص بعض رؤساء الاتحاديات، ولكن النتيجة واش هي؟ هو أنه رانا مازلنا ندورو في نفس المساحة، في نفس الميم انفيرونمون. لماذا؟ لأن ميداليتين في الألعاب الأولمبية حصل عليها عداء واحد ومن قبله يعني أنه كنشوفوا ماذا جرى يعني لمدة 8 سنوات. 3 رياضيين جزائريين منهم سيدة اللي هي سوريا حداد،
وبن يخلف في 2008 حصلوا على 4 ميداليات في الألعاب الأولمبية. إذا نعم. المشكل لا يزال مطروح. المشكل نظن ما راهش في الرجال. أنا شخصيا يعني أظن أن المشكل ماهوش يعني لو كان يعني مش في الأشخاص، يعني ماهوش ما شخصوش. يعني المشكل اللي الآن مطروح على الرياضة الجزائرية ماهوش مشكل رجال، لأن كل الرياضة في عندها رجال تاعها، وبالك في الحصة راح نطرقوا على الموضوع ونزيد نديفلوبي إن شاء الله. العربي يعني قال عبدو أنه المشكل مش في الأشخاص، لكن رغم ذلك الوزارة هي الوزارة الوصية على كل هذه الاتحادات، تتخذ ربما إجراءات في حق أشخاص فقط وليس لتغيير المنظومة الرياضية إلى يومنا هذا لا تزال يعني في تدهور مستمر. يعني من حق الوزارة أن تحاسب رؤساء الفيدراليات، ولكن هذه المحاسبة جات شوية متأخرة، وعلاه نستناو حتى لي شاك توتال تاع لي ديسيبلين براتيكمون لا ماجورتي ديسيبلين باش نسمعوا بالوزاره راهي تحاسب راهي تنترفوني. وعلاه ما نديروش المحاسبه ليفالواسيون شاك اني قبل ما نلحقوا لهذا لي شاك تاع لي جيو 2016. شاك اني كاين بريزيدون غلط اروح قول له راك غلط في هذا الجانب ولا في جانب واحد اخر، ونصلحوا الغلطات هذوك باش ما نلحقوش نتائج كارثيه كما اللي صارت شكراني. لانه العمل راه يتم يعني في اخر سنه من الالعاب الاولمبيه، يعني حتى توصل الالعاب الاولمبيه باش نشوفوا الناس تتحرك. يعني ما كاش يعني هناك دور اخر للوزاره اللي ما لعبتوش. يعني اسك الوزاره وفرت جميع الامكانيات للفيدراليات ولا للرياضيين النخبه باش يديروا نتائج احسن. يعني نقطه نظام الاخ العربيه باش نذكروا ونركزوا للمشاهدين بأن وزارة الشباب والرياضة والاتحاديات كانت فيه، ورئيس اتحادية حاضر معنا، كانت فيه دي رونكونتر بيلاتيرال ملتيلاتيرال لمدة 4 سنوات، أكثر من بالك نقولوا 8 ولا 9 ولا 10 لقاءات بين اتحادات في العهدة هذه 2016 إلى نهاية العهدة. كانت فيه ملاقات. الآن نقطة استفهام، هل جابت هذه يعني المحادثات جابت نتائج؟ اسك واش محادثات وعلى واش تحدث سي لي بيلاتيرال اللي ملتيلاتيرال؟ هل وزارة الشباب والرياضة شافت يعني الإخفاق هذا جاي وما خداتش القرارات الصارمة في وقتها؟ هل ما وفرتش الإمكانيات أيضا؟ سي كمال بن ميسي، يعني اليوم أنت أيضا راك كنت رئيس سابق في الاتحادية لألعاب الخوة، واليوم أيضا راك مرشح من بين 6 مرشحين موجودين للمنافسة على منصب رئيس الاتحادية لألعاب الخوة. اليوم أنت في نظرك هذا التدخل تاع الوزارة في ضبط هذه الأمور، هل هو نية من الوزارة، يعني عندها نية لتصحيح الأخطاء اللي مرتكبة من قبل، أم أن الأمر كاين ناس بزاف يقولوا أنه مستهدفة لأشخاص يعني بيرسونيلمون يفيزي لي جون مام، يعني ما يروحوش الأهداف العامة لتحقيق أفضل نتائج في الرياضة؟ أنا جو بونس ما نشاطرش بزاف في الكلمة الأخرى تاعك هذه، واني تساؤلات احنا نطرحوها. كاين القول والقال صح، بصح انا شاطر بالك الراي اخي العربي يقول لماذا الوصاية هذه او المسؤولين من قبل ما تكلموش، خليو غير في عند موندا كانت عندهم فكرة. انا نظن تكلمنا عليها مع المسؤولين، كانت عندهم فكره يقول لك احنا ماذا بينا نخليو الموفمون اسوسياتيف يتطور، هي فكره نبيله. قال لك نعاودوا لي زاسامبلي جينيرال، بصح كل عام يلاحظوا باللي لي زاسامبلي جينيرال سون كومبوزي دي جون كي ديكوراج، لا بليبار ما عندهمش الامكانيات في لا باز، يجي لهنا ما تنجمش تجندوا حول اهداف تاع الرياضه الوطنيه. درك الشيء اللي كنا نقولوا لازم الانضباط في الرياضه هذه كما كنا بكري، كنا ما عندناش امكانيات وكان هذا الشيء كل ما واش صاير. احنا نرحبوا بصح بشرط ما يظلموش الناس. نو سوم داكور يفو دي بيلون. تسمح لي انا اون فيديراسيون دي جون اي لو ترافاي دو سو فير سورتو على باز.
لتحت. اليوم يفو كون يجيك au niveau des ligues et des associations. بشرط ما يظلموش الناس. ما يعني يظلموش عاود تولي الكلام اللي كنت انت مش متوافق معايا، يعني هاك عاود تولي ترجعت ليه. سي احمد شي بركه، اليوم انت على راس الاتحاديه الجزائريه للسباحه. اول سؤال نطرحه لك هو هل احمد شي بركه سيترشح لعهده اخرى؟ لا نتوقفوا عند هذا، يعني انت مش مستعد، لكن الكثير يقول ايضا انه احمد شي بركه منع من الترشح لرئاسه اخرى. هو ما نكذبش عليك، هي كثر الكلام يعني على هذا. انا نشاطر زملائي كثر الكلام. effectivement il y a eu trop de choses qui ont été dites. انا على بالك تسمع سمعت هذا منذ 6 شهور. سمعت اللي باللي هاو راح واش راح يصرى ما همش راضيين يعني. عندها 6 شهور كنت راح نحط لا ديميسيون تاعي، كنت راح نروح. جو فولي سامحني. الجمعيه العامه عفوا من الجمعيه العامه ولا من اي جهه اخرى؟ لا نجبد روحي يعني كومبليتمون يعني كانوا ضغوطات يعني كانوا الضغوطات منذ 4 سنين. منذ 4 سنين كانوا ضغوطات باش ما نروح باش يعني بور نو بالي. نفهموا من كلامك انه كاين ناس تقلقهم بزاف. قلقت الناس كثير، حتى واحد الوقت وليت نحس روحي قلت ربما مانيش جزائري. انا سباح الحمد لله. كنت مدرب، كنت مدير تقني. اليوم اصبحت رئيس. عندي انا في العائله كذلك السباحين معروفين ابطال. شفت روحي انا قلت ربما ما راناش جزائريين. الناس باش يديروا الضغط هكذا عمرها ما صرات. ما كنتش نظن يعني الناس يكونوا حامقين كيما هذا الشيء، يعني اوسي موفي. قلنا معليش، وما نكذبش عليك كل عام كل جمعيه عامه نجيب معايا لا ديميسيون نحطها لهنا، ربما نشوف الخلاط الى اخره. نقول الحمد لله كل جمعيات عامه جازت à l'unanimité، يعني tous les bilans تاعي اللي بديت ont été adoptés à l'unanimité. حتى الاخراني هذايا بيلون مورال فينانسيي تاع الموندا الى اخره 27 pour 5 contre à chaque fois. يعني من بعد هنا الجمعيه العامه راهي معاك، يعني مصادقه على بالاجابه على التقرير المالي والادبي. يعني لماذا اتخاذ هذا القرار؟ يعني أنا نفهم أنه الإشكال هو خارج أعضاء الجمعية العامة. خارج كاين الناس كيفاش يأثروا فيك أنت مباشرة؟ أنا سمعت باللي أحمد شي بركة مالغري يعني النتائج اللي سجلها يعني هذا العام من أحسن نتائج في التاريخ، يعني depuis la génération إيلاس وكبابيتو سي لي ميور ريزولتا كنا عطيني. فيه تجديد. دونك سمعت فيه تجديد. سباحين شباب راهم جايين. سمعت باللي الدوسيي تاعو ميم سي لا لي سو ريبريزونتي، يعني يكون في يترشح لعهده جديده. الدوسيي تاعو سرا رجتي نيفو جي مينيستير. باسكو كاين فيكسي العربي كاين دي دوسيي زعما حكموهم عليه كيما لو ستاج اللي داروه في السلوفيني كيما راه في العداله. في العداله بيان سور. الوزاره اللي دارت لجنه تقييم هي اللي تقيم يعني ملفات المترشحين، ام انه النتائج تاع الاولمبياد هي اللي اخذوا بها بعين الاعتبار؟ هنا تساؤل مطروح على اي اساس يتم رفض ملف مترشح معين؟ شوف هي من قبل احنا نتشاوروا مع الوزراء ونقولوا لهم يقولون لهم هل ترى لي ملتي لاتيرال لي بيلاتيرال اكزاكتومون لي ملتي بيلاتيرال، يعني هل ترى ممكن تجيبوا لنا ميداليات؟ هل ترى احنا من قبل قلنا لا. انا تكلمت انا نهار لحقت في 2013 تكلمت على 2020. اليوم السباحه قلت لهم راهي في خطر. في 2013 كانت في خطر، ما كان عندنا ما فيش حتى ولا سباح يعني بارز ولا حتى سباح. اليوم عندنا اسامه سحنون اللي راه عطونا شويه وقت حتى 2020 jusqu'à 2020 il se pourrait quand même qu'il y ait
des valeurs ماشي montantes, يعني etc. يعني il faut être je suis objectif. انا شخصيا عفوا شوف عبد عندنا ميداليه في السباحه في 2020. الا ما جبناهاش في 2020 من اللي راح يتحمل المسؤوليه؟ اليوم راح يروح احمد شي بركه والله. ولكن في 2020 عندنا ميداليه وعندنا رياضيه او اكثر من رياضيه قادرين يحصلوا على ميداليات. الا ما جبناهاش هنا يتحملوا المسؤوليه. هي كما قلت يعني نهار وصلنا 2013 2012 ولا 13 قلنا نمشيو حتى ل 2020 نبداو نحسنوا الارقام تدريجيا باش نوضحوا الامور. يعني انتم يعني كثير يقول انه في عهد الوزير التهمي وقعتوا على ان انجاجمون نعم بتحقيق نتائج في 2016. لا هذه ما قلتهاش. علاش يتم المحاسبه تاعكم على 2016؟ لا المحاسبات في 2016 ماشي على جال النتائج، كان امور اخرى. وشنو هي؟ كان امور اخرى. انا ليا ما صابوا والو. انا قلت ما صابوا والو بينهم الشيء اللي صرا انا ما صابوا لي والو. انا نضيف الحمد لله. الجمعيات العامات كامل من 2013 حتى اليوم كامل الحمد لله. ما عندكش مشكل مع الجمعيات العامه بصح واش جاب الاطراف الخارجه عن الجمعيه العامه باش تتاثر فيك وتاثر في قرارك؟ انا نظن بالك ما قالناش كلش السي أنا بركه. لماذا؟ انه كان يعني انتخب رئيس اتحاديه السباحه بارين فوا بريسك، يعني سيتي تري سيري جاز بصوت واحد اللي يفرق يعني وعطالو يعني وهذه هي المنافسه وعنده الفوز ما كانش وعندها ضمن عندها علاقه مع الانهزام تاع الخصم تاعك. عندها ربما عندك شويه معلومات يا سي عبد. انا نقول لك ما كانش لو كونديدا تاع لا تويتال. هذا هي الناس خلوا ولكن انا يعني كي شفت الضغط هذا وشفت هذه الامور هذه انا مانيش موالف يعني نشوف هذه الامور هذوما. قلت واش راه صاير يعني وشنو صاير في هذه الرياضه تاعنا يعني بكل صراحه ما تنجمش تخدم ضغوطات الى اخره. شنو هذا؟ قلت انا يا خويا نجبد روحي الاعضاء تاعي غادهم الحال. قال كيفاش تجبد روحك؟ لا روحوا حتى تستسلم على اساس انك جوسكا لا ديرنيير مينوت اكسترا. قلت لهم لا انا ما نمشيش. حبيتوا انتم ترشحوا روحكم ورشحوا روحهم وربما ما يفوتوش ولكن نعاودوا نقولوا شويه اللور برك. علاش رانا نديروا هذا الشيء؟ لماذا هذا تو سو موفمون؟ يعني علاش؟ الى باش يجيب لنا نتائج، الى باش يجيب لنا ان شاء الله في طوكيو 2020 on va voir peut-être on va obtenir ان شاء الله les meilleures médailles etc. les meilleurs résultats. الله يبارك الى راهم يديروا هذا الشيء الله يبارك. ولكن او قال سي عبدو مقبله قال درناها ديجا اون لا في ولكن ما مدتش نتائج. سانا غيان دوني. زاد كسرت الرياضه الجزائريه. الرياضه طارق في الرياضه الاستقرار مهم. انا نعرف صحابي اللي تاع بلدان اخرى يعني راهم يسون بريزيدون دوبي 12 ans 16 ans. يعني لا ستابيليتي تكلموا عليها بزاف يعني لي ريسبونسابل دو سبور. قال لك نو لا ستابيليتي وين هي لا ستابيليتي؟ بكل صراحه وين هي؟ نتكلموا بزاف ولكن ما نديروا والو. وهي كل عهده نستناو غير تخلص العهده باش نبداو نكسروا. كما قال سي عبد سامحني اخر كلمه قال سي اون افير دو بيرسون. قولها بكل صراحه مساله اشخاص. بين كل وزير اللي يجي طارق هو يحب يفرض منطقه ويفرض الاشخاص اللي ماشي. تفضل سي كمال. جماعه الخير سكي ميتون الناس سي كو دون تو لي ديبا هاد لي ديرنيير زاني اون نو بارل كو دو ميداي دون احنا بكري دون لي بتي ديبا يعني ما كانش بزاف اللي يتكلموا على هذا. هيلاس سي با حتى يلحق هذاك الموضوع. لي ديبا ما كانش لي فري ديبا جوسكا ميتون دون لو سبور اون نون با يو باسكو كنا نرجعوا شويه لورا دوبي لانديبوندونس عندنا 5 ou 6 lois dans le sport. Après chaque loi, jamais il y a eu un débat pour faire un bilan. Déjà, Rana fait de Trek le Z. Moi, je me rappelle quand j'étais président de fédération, il y avait Morsli qui était d'abord 96. Morsli était champion olympique. Qassaman billah, il n'était jamais dans mes débats. On parlait beaucoup plus de jeunes,
de formation. Parce qu'un pays qui n'a pas un mouvement sportif, une politique nationale du sport, d'abord de base. ليش نخمو غير على الميداي؟ دونك رانا كل شاركين في الغلطه كو سوا المسؤولين ولا درك. On parle de président, on a politisé le sport parce qu'on veut des médailles, soi-disant la représentativité du pays, ou la négative représentativité du pays quand on est battu par les petites nations. نساوها اليوم. C'est pas un exemple. On a commencé le football féminin, une équipe nationale du sport féminin. Il y a 3 ou 4 clubs en Algérie qui jouent le rugby. بدينا l'équipe nationale. ها الغلطات تاع الناس الكل. منها نتاعو، منها نتاعي، منها نتاعك، ومنها تاعكم، ومنها الناس اللي قاعدين يتفرجوا. حاولوا على الميداي يذكروك لاجيري البرستيج تاعها ندير غير في ان شورت ان ديباردور. نو سي با سا. Revenons en arrière كما يقول لك. soyons honnêtes, soyons courageux. غدوه si je prends la présidence de la fédération نقول له يا خويا ما عنديش يا بلو ريان. ها ما تقبلش نديميسيوني اون ديبي. هو المشكل انه الان لما تروح الان لو تنجح في هذه الانتخابات راح توقع على ان انجاجمون تاع تحقيق النتائج. اذا كان ما وافقتش على هذا الامر ما راحش تترشح. نو سا ديبون ما راحش تبقى على راس الاتحاد يعني. نجبد روحي سي جو فوا لا بوليتيك. اذا المشكل انه هذا الانطلاق ديجا اللي فوق لو ديبار. انا واش قاعد نقول لك؟ يا با دو بوليتيك سبورتيف. حاس غير على ليليت كسوا المسؤول فوق من فوق وهبط. سي صا. ما محنا ميم تروح دون لي كارتيان درك نشوف دي جون. عندنا رياضه سياسويه ما عندناش سياسه رياضيه. فوالا اكزاكتومون. هذا هو دور الوزاره نورمالمون. دور الوزاره تكون بوليتيك سبورتيف ترسم يعني سياسه رياضيه. ناخذوا ليكزومبل باردون تاع جيراننا توانسه. واش عندنا لي موين اكثر منهم، عندنا الرياضيين اكثر منهم. وعلاه هما ناجحين او دوكا لو كان نلعبوا معاهم على باليش لي بوس يربحونا. كاع لي ديسيبلين ولاو يربحوا فينا في ميم في لابوكس دوكا، ميم في الجيدو، ميم في بالك نرجع في الفوتبول ولاو يغلبونا. دونك هما عندهم استراتيجيه، عندهم من بوليتيك سبورتيف. هذا واش ما عندناش حنايا. عندنا اون لافي ولازم دوكا هذا لو مينيستير. هذا امر مؤسف. نقولوا بلي كان عندنا واليوم ما عندناش. كانت عندنا لا ريفورم سبورتيف اللي جبت له كلش باختصار. اليوم مثلا لو كان نشوفوا رياضه العاب القوى الاتحاديه، نشوفوا الارقام. لو نومبر دو ليسونسي الي تري با. علاه؟ لماذا؟ لو نومبر دو ليسونسي ما راحش يطلع. باش نشوفوا هنا نروح لك شويه للسياسه، السياسه تاع الرياضه كيفاش الانهاض بالرياضه، النهوض بالرياضه. نعم. نروحوا نشوفوا لماذا ما كان. شوف لو كان منا على 20 سنه لو كانت تكمل الامور كما هكذا، الارقام اللي شيف لي ستاتيستيك تاع النومبر دو ليسونسي ما راحينش يزيدوا. لماذا؟ اولا الرياضه النسويه غير حاضره في العاب القوى. انت عندك 350 كادي في الانطلاق، عندك 120 جونيور، السيدات 25. صح. اولا. ثاني حاجه ثانيه النهوض بالرياضه المدرسيه. انا شخصيا العاب القوى جوليه للميدان في الكروس في الطريق في المدرسه. اليوم الرياضه المدرسيه كي تحتاج الرياضيين تجي الالعاب القوى ودير سيليكسيون كلش واجد. انقلبت ولا تروح للانديه باش تدير الرياضه الجامعيه نفس الشيء. اذا فيه مشكل اليوم. لو كان نحوسوا كيفاش ما هي المقاييس اللي راهي تقول لك باللي اتحاديه فشلت؟ هل هي في ارقام المنخرطين؟ انا نقول لا، ارقام المنخرطين ما راحش تبدل، لانها ما تبدلتش من 2000 الى يومنا هذا، وقبل 2000 كانت اكثر من اليوم. اذا المشكل راه في الرياضه. لو سبور دو ماس هو سبور عليكول، الرياضه المدرسيه. وفيه اشياء اخرى. مثلا لو كان نروحوا البوتسوانا عندهم ميداليتين او 3 أو 4 في البطوله الافريقيه في العاب القوى. لماذا؟ ان السياسه واضحه في البوتسوانا. يقول لك التركيز على هذا الرياضه. ولا في تونس مثلا يقول لك في تونس احنا عندنا 4 رياضيين ذات مستوى العالي ما يخصهم حتى حاجه، نركزوا عليه. نفس الشيء في البوتسوانا. وهذيك هي لا بوليتيك اليتيست، استثمار في القوه يعني. ولكن لو سبور ديليت تتكفل به الدوله مباشرة، ماشي الاتحاديه. لان في سنه 2016 عفوا نعطيك يعني لي بروف. في سنه 2016 سي ان سامبل كود فيل
توفيق مخلوفي دولة دراهم حتى الاتحادية الامريكان الجزائرية لألعاب القوى نحات 3 ملاير ونص مدتهم لتوفيق مخلوفي، وهذوك 3 ملاير ونص ما هم في الكونترا بروغرام اللي سيني عليهم البريزيدون، وطريقهم هي الوزارة. التكوين التحكيم إلى آخره. يعني رانا نشوفوا اليوم أشياء يعني غير مناسبة لتطوير الرياضة. نعم. انت هضرت على الاتليتيزم، انا نهضر على الملاكمه. كنا اللي صارت فيها يعني شفنا مهازل كبيره يعني في الملاكمه، خاصه قضيه رياضيي النخبه هذه. انا جوستومون هذوما لي بوكسور اللي رايحين لريو صافي دي زاني اون لورا برومي دي بوست بيدجيتير، ما حتى دوكا مازال كلهم يعني حتى رياضات اخرى لا دانيير فوا الالتيروفيلي وفي لي مويان دو بريباراسيون. حتى الالتيروفيلي دانيير فوا كان معنا، كانوا حاضرين هنا في البلاطو. الالتيروفيلي رفع الاثقال نفس الشيء، برومو لهم 50,000 في النهار وما عطوها لهم. هذا دور هذا وراه حمزة كرامة. أين حمزة كرامة؟ دوكا نحاسبوا رؤساء الاتحاديات، على ما نحاسبوش المسؤولين في الوزاره اللي ما داروش ما قاموش بالواجب تاعهم في اتجاه الرياضيين هذوما نتاع النخبه ولا في اتجاه سيتي كابابل فير دي تكست كوريكت. باش نستمعوا كل واحد يعني حتى نسمعوا رايه. 2012 شفت الرياضيين نتاع الملاكمه رايحين الالعاب الاولمبيه في مطار هواري بومدين، كنت في تغطيه يتكلموا مع الوزير حال انذاك ويتكلمون على هذا الموضوع. يرحم بابك رياضي رايح للالعاب الاولمبيه يركز على امور اخرى، يتكلم على بوست بيدجيتير في لا ميزون جون في عين زال، يعني شيء يقيسك. اين حمزه كرامو ميداي دو برونز في الشامبيونات دو موند في يوستون جونيور، راه باش ياكل الخبزه تاعو باش يعيش، ما كملش في الفريق الوطني، يروح يدير خدمه واحده اخرى. اللي حب يجي يسيب سبارينغ، حمزه كرامو موجود في كندا كوم سباني. عبدو مؤسف جدا مؤسف جدا. باش نوليو الكمال بن مسي، يعني اليوم لي كريتير يعني اللي حطتهم وزاره الشباب والرياضه لملفات المترشحين، حتى انت ايضا ربما ما كنتش موافق مع قضيه يعني المترشح ما راحش يصوت على نفسه اذا كان رئيس سابق في فوالا لو جونر دو ديتاي اللي كانت الوزاره كوصايا. وهذا المرسوم خرج في 2014. وين نلقاوها هذه وبالك في كيندر سوربريز تاع ان بريزيدون ميم في لا كونستيتيسيون ما كانش ان بريزيدون كي إليجيبل كي نبو با فوتي. بوركوا ما فهمناش المعنى نتاعها الور كي دوت شوز بوكو بلو فوندامونتال كو لو مينيستير اوري دو برون. باغ اكزومبل اون برون كا دو لا فرانس لي غروند ناسيون ابري شاك اولمبياد ils font des bilans من بعد ils labellisent. même fédération d'athlétisme ما عندهاش دي ميداي يعطيها على الدماغ، ينقصوا في لي سوبفونسيون ايتترا. احنا درك العاب القوى اللي فرحت كمان الشعب كون نو ابري الفوتبول و سبور دو مونتاني تاعو حاطينها في ولا لا دونس كلاسيك حاطينها كيف جو سي اون ني با داكور. تو لو موند لابيليز الامكانيات اللي تعطيه ليه وليا نعطيه ليك ولا لعبدو وحده. il faut choisir. هذا هو المشكل. سي سا لا بوليتيك دو سبور. ميم با هذه وين عندنا القوه تاعنا ما استثمرناش فيها. لا ما نوصل واش قال عبدو على السبورت كوليج اون بلو بارلي سي ديفينو دي ديبا باتو بركه تو نسيناهم خلاص. يعني نهضروا غير نهضروا ما كانش. دونك يا دي استراتيجي بلو سامبل او لو دو بيردre votre temps à faire et refaire les décrets ou les lois pour et encore qui sait un exemple هذه l'histoire تاع les des présidents. Il y a eu quand il y a eu le recueil des tests, il y a eu un séminaire. الناس الكل كانوا رافضين هذه الماده. كان شكون سكرتير؟ هو كرم رشيد، كان باطل في العاب القوى. هو اللي كان سكرتير كي رابورتي وعندنا البي في مازال عندنا. يوصل عند المينيستير وصلنا مع المينيستر ليبوك. قلنا له والناس الكل رفضته. جا المينيستير لهنا في داخل المينيستير كلش تغير. دونك هذه النقطة أيضا من بين النقاط اللي ربما أيضا دفعتك سي أحمد شباركة على عدم الترشح هي صدور مثل هذا القانون اللي يشوفه الكثير من المترشحين مجحف في حقهم. يعني أنه تمنع مترشح يصوت على نفسه هو
امر يضمنه حتى الدستور، يعني الانتخاب سيرتو صح. يعني لو كان تبع يعني واش راهم يقولوا القانون هذايا، سي فري كو نو بوس با يعني عليه كمان لافون، ما نكذبش عليك. ولكن انا ما ندخلش في هذه الامورات، ما نكذبش عليك. لي ديتاي هذوما بون سي بون، واحد يجبد روحه وخلاص سي بون. انت هذه الامور هي اللي دفعتك ربما باش هاد اونتر اوتر كاين بزاف ماشي غير هذه النقطه يعني ما بينها. ولكن درك صح النتائج تاع الجزائر 2020 طوكيو لابد الجزائر دير خير من 2016 ريو و2012 لندن، سي سا الى اخره. On avait parlé tout à l'heure d'une politique sportive. يا هل ترى كاين une politique sportive اليوم؟ Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une démarche sportive? انت كرئيس هل موجوده حقيقه؟ اسكو الناس يعني تاع المسؤولين الكبار تاع الرياضه، واحد منهم ولا جماعه منهم تكلموا على هذا الشيء، تحسموا يعني اسكي سو سون دوني لو مو، اسكو يا هل ترى يعني حمقوا باش pour essayer de pondre quelque chose يعني. هل لمستها انت من خلال العهده كاع الاولمبيه تاعك؟ هل لمست هذه الاراده؟ انا ما شفتهاش كامل هذه الاراده. إذا 4 سنوات ضيعنا تما 4 سنوات. بيان سور اون ا بيردو بوكو طون. شوف ما نكذبش عليك، صحراء واحد الوقت سامحني، واحد الوقت تكلموا على اون بوليتيك تاع باغ اكزومبل فالوريزي دوني يعني لي مويان او ديسيبلين بورتوز دو ميداي باغ اكزومبل. يا هل ترى سا سي اون بوليتيك. كاين رياضات اللي ممكن يجيبوا لك بعض من النتائج. يعني كونت باغ اكزومبل السباحه عندها 32 ولا 30 ميداليه سباحه تجيب لك 30. لي فيديراسيون دوتيليتي بوبليك. العاب القوى سامحني، العاب القوى 60 ميداليه الى اخره. كاين رياضات وين اون دوفرا ميت لو باكي. باغ اكزومبل واحد الوقت كانت لا RDA، يافي لا روسي، يافي لا شين الى اخره. اختصاصيين في الالعاب الاولمبيه كانوا ركزوا روحهم، داروا زافي مي انفان سي ناسيون افي مي باغ اكزومبل داروا كامل الامكانيات في بعض هذه الرياضات. هذه السياسه فقط، هذه السياسه انا اللي نعتبرها سياسه. يا هل ترى تكلموا يعني ما قالوش يعني ما داروا في المقابل غيان شوف دوبي لا ريفورم سبورت في المقابل احمد يعني التركيز على رياضه معينه. 1978 لا ريفورم سبورتيف الى يومنا هذا il n'y a pas eu une autre politique sportive. التركيز على رياضه اللي تجيب الميداليات. سامحني لهذا النتائج راهم اليوم رانا نشوفوا فيها. اليوم يقول لك ايضا يعني العربي حتى نطرح السؤال، يعني اليوم يقول لك السياسه تقول انه التركيز على الرياضات الاكثر تتويجا، لكن عندنا شحال من مده ما عندناش رياضات يعني تفوقت على الاخرى. يقول لك خلاص ما دام ما عندناش تتويج في هذه الرياضه اعطيني انا نفس الامكانيات وانا نضمن لك نوصل للاخر. يعني نفس الشيء يعارضوا السياسه ايضا. كان هناك اطراف تعارض هذه السياسه. احنا من زمان احنا عم باينين لي ديسيبلين اللي يجيبوا لنا لي ميداي، يعني الاتليتيزم، لا بوكس، لو جيدو، لو فوتبول اللي بوبولار سي نورمال سبور واضح ولا نطاسيون. وعلاش هذو هما لي ديسيبلين ما نمدولهمش اكثر امكانيات؟ وعلاش لو بودجي دو سبور الجيريان اللي بلو فابل براتيكمون؟ وعلاش حنا نفكروا لو سبور نهار يجيو لي جوز اولمبيك، نهار يجي المونديال، بس اسكو اون في اون دوني لي مويان نيسيسير لهذه الرياضه الجزائريه. نوليو الانتخابات ايضا تاع الاتحادات النقطه هذه مهمه جدا باش ما تروحليش واش يقول السي العربي. اون دون دي مويان باغ اكزومبل عام قبل الالعاب الاولمبيه خاصه الاولمبيه لي مويان سي با 4 ans سي 8 ans 8 سنين. كان بعض من الناس راهم يحضروا الان 2024. حنا عامين قبل الالعاب الاولمبيه نبداو زعما نمدوا في النتائج ومن بعد نقولوا جاي لي جوز اولمبيك جيبوا لنا لي ميداي اكسترا. رغم هذا سي احمد شباركه راهن يحاسبوكم ايضا على نتائج تاع الالعاب الاولمبيه. يعني ما همش واضعين نتائج في الالعاب الاولمبيه في المقياس الاول
وما يتكلموا على النتائج سواء على الصعيد الافريقي وايضا على الصعيد المنافسات الدوليه اللي تصرى. السباحه حققنا ارقام حتى في المستوى الافريقي وحققنا ارقام في الالعاب الدوليه اللي تجرى في كل الدول. حتى ولو قلناها من قبل، قلنا لي باللي 2016 ما راناش رايحين بعيد. حققنا نتائج على الصعيد الافريقي، ارقام قياسيه على الصعيد الافريقي. لا نتكلم على البحر، على الاولمبيه، على الالعاب الاولمبيه. احنا من قبل قلنا دي الاولمبيه هذه ماشي 2016 2020، وان شاء الله من بعد نمشوا ومن بعد صافي اون تراديسيون. Ça va être une tradition, pourquoi pas aller حتى 2024. عفوا سي بركه 2016 انا عمري ما تكلمت على صح. حسبوك على 2016. حاسبوني انا ما حاسبونيش. لجنه التقييم اللي وضعت تاع الترشح كي تون تران ديفالوي. الله يرحم والدي. هذا سؤال مطروح. الله يرحم لجنه التقييم تاع الوزاره. كان لو جروب كي تون تران ديفالوي ان سو مومون. كي ايفالوي لي فيرفالوي ils sont exempts de tout reproche. عبدو الوزاره وضعت لجنه التقييم. لا قال كاين كوميسيون ديفالواسيون. احنا شكون هي شخصيا انا كصحفي ما عندي اي معلومه على اللجنه هذه اللي تشرف على ليفالواسيون، واكثر من ذلك ما هي المقاييس التي ترأس ليفالواسيون هذه. quels sont les critères qui président à l'évaluation. نظن هذه c'est une erreur tactique de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports، لان قبل اليوم كانت فيه شيء من الشفافيه. اليوم والله ما على بالنا لو كانت تعيط الوزاره تقول لهم شحال من اتحاديه اليوم دارت الجمعيات العامه، كان حتى واحد ماشي ما عندكش جواب. مانيش نقول بلي ما عندهمش ما فيش جواب تماما. عندي سؤال السيد شي بركه، عندي سؤال يعني باش الجمهور الكريم يكون على باله بلي الخطا المسؤوليه يجب ان الناس اللي عندهم مسؤوليه يتحملوا مسؤوليتهم. في سنه 2016 متى دخلت الاموال الى خزينه الاتحاديه؟ نقطه مهمه. انا والله ما راني حاب نقولها كلمه ماشي مليحه. فرانشمون جي با انفي دو دير كيك شوز دو با بيان. في شهر جانفي 2016 في شهر شوان او في شهر ديسمبر او في شهر نوفمبر دخلت لي ربما 20% لا سوبفونسيون تاعي دخلت لنا فان نوفمبر. اذا 20% فقط. 20% روتار تاع دي 11 الى يومنا هذا مازال نسال دراهم. وشحال الميزانيه تاع الاتحاديه؟ انا العام هذا سيتي بريفي 3 مليار 365 مليون. باش تسير الاتحاديه كامله؟ باش نسيرها عام. انا عندي ان بودجي تاع 4 سنين يساوي بالك ربما صالير تاع جوار في الفوتبول. رياضه مانيش حاب نقولها. يا صالير جوار تاع في الفوتبول 3 مليار 365 مليون في 2016 وحدهم عندهم لا ماسالاريير 6 ملاير في الشهر. انا في 4 سنين ما لحقتش 17 مليار. 4 سنين جو نسوي با اريفي 17 مليار ما لحقتش. وهكذاك والحمد لله. هاو سي عبدو يعرف النتائج، سي العربي يعرف النتائج، انتم كذلك تعرفوا النتائج. انا شهاده بوالو يعني بوالو افيك ريان دو تو. لا شوف انا نتكلم على هذا الموضوع. ومن بعد الناس يطيحوا عليك لا خاطش بالك ربما ما تقولش السلام عليكم. نقول السلام عليكم بالك ربما ما سمعوهاش. بالك ما تسلمش عليه. بالك ما نسلمش. كمال بن ميسي راح تدخل في منافسه للترشح في ظل هذه الظروف. واش تعول انت كيفاش راح تدخل وكيفاش راح تغير وكيفاش راح تدير نتائج بما انه ظروف راهي هكذا؟ انا كما بكري كما درك عندي لي كونفيكسيون تاعي، عندي القناعه تاعي. انا نقول لهم جو بروميتري با دو ميداي. مو جو بارلي دو بوكو بلوس على باز. وحابين نرجع جوستومون على لو فينومين دو لابيليزاسيون اي لي مويان. عندنا سكون ابل لو فون دو ولايه او نيفو دي ولايات، الصندوق الولايي اللي تدعم الرياضات. كاينه اون نوت انتر مينيستيريال qui labellise déjà les منها la boxe, l'athlétisme d'utilité publique et d'intérêt général. avant هاد لي زيستوار قبل من بكري الفون الولايه وكان مع الفون مونيتير انترناسيونال كان ضاغط علينا، كان حينحيوه. ونتذكر بالك جو كروك سي غراس مسيو سيدلال كونت il était devenu ministre des sports اللي ما تنحاش، قال لهم كون نحيو هذا خلاص سبور. انا نقول المسؤولين الكل كيما رانا انا او هذا اخي او لي زوتر او نيفو دو فيدراسيون او لو دو بارلي كو دو ميداي نعاونوا لا باز. عندنا لي مويان لي زارتيفيس ريغلومونتير بور ايدي لي ليغ اي لي اسوسياسيون بويسك
l'athlétisme, la boxe, le cyclisme, le football c'est priorisé, il y a des chapitres. ما شفتش ان بريزيدون فيدراسيون راح عنده ان ولي، خاطر الولي هو البريزيدون دو فون. هذه الغلطه. انا كنت مدير شباب ورياض في ولايتين سكيكدا وقالما، انا سكرتير جينيرال ندير الفون نوزع، يوصل عند المعلم ينحي لك تاع لاكتيزم يعطي ديك ليكيب فوتبول دو كارتي. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections جايين، parce qu'il y a ça. هم لي بروبليم، باسكو نبقاو نهضروا استغلال الرياضه في السياسه هنا، نبقاو نهضروا على لي ميداي برك، والله صافي لا كاتاستروف ما نتمناهاش. بس صافي بليزير كومام دو فوار الاعلام تاعنا طالع. انا كنت اول جزائري طلعت الاعلام في الكروس كونتري. كمان نجي من عهد. خلينا نكمل، خلي ما نقولش تحبس فينا. ستوبلا تسمح لي عاود لي هذه، لانه كنت اول جزائري اللي طلعت الاعلام اون كروس كونتري في الجيريان ديبوندون دون اون كومبيتيسيون انترناسيونال. معلومه مليحه. شهاده لله الطارق للنتائج اللي تحصلت عليها الالعاب القوى الجزائريه في 2000 في العاب 2000 الاولمبيه مع بني دمر غراس وطرافاي ديناهم 96 بيرو فيدرال اللي كان مع ترأسه كان مال بنميس. هذه بور بريسيزي سي ان ترافاي دو 4 ans دو 8 ans ماشي ان ترافاي سيتي لي جونيور تاع سيدني لي ديرنيير عام كمان لو سمحت. شوف إلى كنت رئيس اتحادية ألعاب القوى، مهما كان رئيس يعني بين ستاج وسوات بون شانس كنت معايا. كنت معك حقيقة في 96. إلى يومنا هذا ما زال لي في ألعاب القوى. شوف ما عنده علاه يخاف. أنا بيرسونيلمون يعني شخصيا نجم نقول لرئيس الاتحادية اللي راح ينتخب في المستقبل، مشيت منذ 4 ديسمبر وانا نمشي، وعندي 14 سنه وانا ندير هاد نغطي هاد السباقات هادو عبر التراب الوطني. صح. شوف كل يوم في كل ولايه مشيت كاين بطل عالمي او بطل اولمبي بقوه. نعطيك اليوم عندنا 2000 دور، عندنا 2000 دور اكتوال. اسامه شراد حكم ورقه وسجل اسمه او في برج بوعريريج راح يكون بطل الجزائر. صح. في العدو الريفي ان تم وشوف قبل اليوم راه كادي انصح مع شرط راه كادي وبطل ريكورد الجيري تاع 1005. سي با دوني تو الموند بال ريكورد الجيري تاع 1005. شوفوا الاطلات هذا عنده المورفوتيب، عنده ديباس الى بريسك متر 80 كادي. شوف الا ما لحقناش هذا العداء هذا كبطل عالمي كبطل اولمبي، اسمح لي المسؤوليه لما تعود لينا احنا ما نعرفوش، كلنا احنا صحفيين اتحاديه وزاره لجنه اولمبيه ما يخاف رئيس اتحاديه العاب نقطه اخرى باش نختموا بها يا جماعه، يعني باش نوضحوا الامور. والله يلا اعطيك كلمه. هاد الاتليت اللي تكلم عليه ان شاء الله مش دا شي بركه، ان شاء الله مش دا شي بركه، ما عندهاش القدرات باش تصبح ميداليه. ما يخصوناش رياضيين، ما نخصوناش رياضيين، سي لا بريسون شارج اللي تخص. لا عندنا سامحني المشكل تاع مش دا شي بركه، مشكل مش داشي بركه، مش حطيمت لماذا؟ اما يحطموا فيها مش داشي بركه لماذا؟ رئيس جا وزير عطاها 40,000 اورو باش تحضر، عندها عامين بصح العام التالي ما عطاو لها والو، والعام الاخر ما عطاو لها والو، والعام الاخر كيفاش راح تخدم؟ لانه السبب عبدو لانه عمها رئيس. لا هذيك اونتر سا سي بور لي ريسبونسابل. بصح هذا هو السبب، ربما ما ولاتش يعني هذا ضيعنا امكانيه من الامكانيات. هذا سبب، يعني كاين اسباب صح. شاب تعاونوا عام بعد عبدو دقيقه يعني باش نمشيو في السؤال الاخير. اليوم تدخل الوزاره. برك حبيت نقول حاجه يعني باش ما ننساهاش مقبله. جو فولي باك ستان انشينمون لي ريزولتا تاع ريو. الناس قالوا لي باللي سي لي فيدراسيون سي الكوميتي اولمبيك الى اخره. كاين 207 بي، كل لي 207 بي هذو كامل حبوا يطلعوا لي بوديوم، سي نورمال. اكيد حقهم. كاين بعد من 207 بي peut-être il y en a jusqu'à 200 qui disposent de plus de moyens que l'Algérie. كاين عندهم امكانيات اكثر من الجزائر. وهكذاك وما لحقوش. حنا
بالمشاكل يعني اللي كاين، بالمشاكل الكبار اللي ما نزيدوش ندخلوا فيهم. افيك سا كاين لا بوكس لحقوا السانكيام 3 4 ولا 5 بوكسور لحقوا السانكيام، كاين يعني اللي وصلوا اون فينال 5 في العاب القوى اون فينال. يعني تو لي بروبليم qu'ils ont rencontrés في لا بريباراسيون. فهمت؟ حنا عند بالنا لابد نعطوا لك دي موين تاع عام وروح جيب لنا ميداليه. لا، هذه انا ما نجيبش نقبلها. الشيء هذا ما تحملوش الاتحادات، ما يتحملوش المشاكل. اليوم ايضا هناك اشكال اخر العربي، لما الوزاره تدخل الكثير من رؤساء الاتحاديات هدوا باللجوء الى الاتحادات الدوليه على اعتبار انه الوزاره تتدخل، وحتى الوزير قالها بصراحه اللي يحب يروح للخارج يشكي. هذا هل يهدد هذا الامر الرياضه الجزائريه؟ وشاهدنا واش حدث في الكويت بعد ما تم منعهم يعني من المشاركه. قلنا دور الوزاره هذا هو لازم تحاسب صح، واللي غلط اللي عندك دي دوسي روح للعداله، وعلاه تحرمهم باللي ما يترشحش، وعلاه دوكا انا نروح بعيد نقول اليوم فولونتي اوجوردي دو توربيي لا ديموكراسي في السبور تاعنا. لي زاسومبلي سون سوفران، خليو لي زاسومبلي. علاه الوزاره هي اللي تمبوزي هل الوزاره لديها اشخاص هي اللي تعينهم في مناصب رؤساء الاتحاديه؟ ما فهمتكش. هل الوزاره عندها اشخاص معنيين هي اللي حابه تحطهم في الوزاره في الاتحاد؟ ما انا اتليتيزم مانيش سامع بها هذه، واني مترشح. جو بونس كو جوري لي ميم شانس كو لي زوتر. ماتنون لا كان يديروها. يقال انك لازم يكون عندك اعاز من الوزاره. لا جو بونس با. انا اقول كمال بن ميسير الحظوظ تاعو ضئيله باسكو لو بولان تاع لا تويتال باين. مانيش عارف. انا الناس تهضر هضروا على مسؤولين كبار، دخلوا واحد عيط له قال لي فلان مسؤول يعرف الاخر. انا واحد ما اتصل بيا، واحد ما يتصل بيا ان شاء الله، وكون يتصل بيا كاين بزاف ينتظروا اتصال من الوزاره. كان يحاشم مع لي زادفيرسير تاعي 5. اني هنا ديجا بار ريتيك جوري ايمي هما تيكون عندهم نفس اليوم نظن ان المير اكزومبل راه قدامنا. سيد احمد شباركه الى باتو لو كانديدا دو مينيستير دو لا جونيس دي سبور ذاك الوقت. والحق شوف يعني بعد 4 سنوات يعني يعني كما قلت انت اوني اون ترين دو بورتي بريجوديس ا دي زوم اي دو كيل مانيير. انا نجم نقول لك اليوم ونتحمل كل مسؤوليه بان فيه ضغوطات حاليا على بعض المترشحين في العاب القوى، وكانوا اتصلوا بهم ناس وقالوا لهم اجبدوا روحتكم لان مرشح فلان راه مدعوم من الفوق كذا. واليوم يعني الا كانت الابواب مفتوحه، انا ما نقولش مانيش عارف الا هذا هو المرشح تاع اكس ولا تاع الوزاره ولا تاع الوصايا ولا تاع اكس ولا تاع يكريك، ولكن الخطر هو اليوم انه فيه ناس يتكلموا عندهم يرفدوا التليفون ويتكلموا وننجم باسم الوزاره ويقولوا انا هو المرشح تاع الوزاره، وننجم نعطيك حتى التسجيلات. والناس هادو اللي راهم يخلطوا في العاب القوى راهم غالطين، انهم ما يعرفوش لاباز تاع الاتليتيزم. ان لاباز تاع الاتليتيزم والجمعيه العامه تاع في اتحاديه العاب القوى فيها ان غروند سوليداريتي، تضامن كبير وناس يعرفوا صلاحهم. نعم. لي سي كونديدا عندهم مستوى عالي، خاصه الرئيس المترشح تاع الواد اللي هو من اصغر المترشحين وعنده بطل العالم في الشامبيون دي موند جونيور وكان مدرب. المهم نتمنوا عبدو واش اون ريبروش مينيستير راك دير فيها. لا نتمنوا حنا راك حاضر معنا ايضا، راك حاضر معنا وماناش نديروا لك في بوبليسيتي. فيدراسيون سو ني با ان شامبيون كونفورم، سي دو جيستيون. حنا نتمنوا انه الانتخابات تكون بنزاهه، ونتمنوا انه نشاهدوا تنافس على حسب البرامج ماشي على حسب التليفون ولا القرب. المهم نتمنوا اللي يجي يكون الإضافة. سي أحمد شباركة، يعني اليوم أنت تغادر رئاسة الاتحادية الجزائرية للسباحة، هل تتوقع أنه الرئيس القادم بإمكانه تقديم الأفضل؟ ونتمناه أنه يقدم الأفضل أيضا، لكن ما الذي يجب أن يتوفر فيه ما يوقعش في الأخطاء اللي وقعت فيها أيضا، ويواصل في الأمور اللي حققت فيها أنت أمور إيجابية، باش كنا عارفوا الجزائري لما يحكم منصب ينحي كاع واش دار اللي فات. شوف انا والله دابور جو سويت بون شانس باسكو الحاله ماهيش سهله، و
ممكن يعني يدير خدمه مليحه لاخاطش سوفريت انا 4 سنين ما يخفالكش. الموندا اللي فات يافي 3 بريزيدون. نهار جيت انا الشهر الاول كنت حاب نروح 3 بريزيدون، بعد جيت عهده واحده يافي 3 2008 2012 كملت العهده. يعني كي لحقت انا تصادفت كما نقولوا حنا بالاخر. انا جو سويت يعني بون شانس. وشنو هي الامور اللي لازم ربما انت وقعت فيها لازم هو يتفتح؟ الضغط يحمل الضغط. يافي لوبوزيسيون برا هذوك اللي ربحتهم، يافي الضغط تاع المسؤولين الرياضه. الضغط كانوا بعض من المسؤولين ماشي كامل الحمد لله. كيفاش فهمش انا كاع الناس كيفاش هذا الضغط؟ يافي دي جون في الوزاره هما اللي داروا لي الضغط، ضغط كبير باش نحبس. قلت لا ما نحبسش، نوري لهم اللي باللي انا ما جيش باش الحاجه واحده اخرى. الحمد لله النتائج الحمد لله الله يبقي يستر. اليوم حبيت نقول كلمه برك. اذا نكملوا بهذه السيره هذه ما يخفالكش لي زاجي نو سون بلو سوفران، نقولوها بكل صراحه. انا اللي انا نو سون بلو سوفران. انا لي بيلون تاوعي قلت من 2013 الى يومنا هذا ont été votés à l'unanimité. الاخرانيين 3 fois 27 pour 5 contre 1 nul. à chaque fois يخرج 1 nul. ومن بعد تخرج يعني كلام واحد اخر ça veut dire que les agents ne sont plus souverains. انا نعاود نروح بعيد يعني نقول هذا كلمه كلام راك تقول في كلام يعني سامحني قلتها قبل منه. سامحني هو قالها السي العربي. انا قلت لك في العربي قالها يعني الناس قاعد تقول فيها. Pourquoi ne pas installer les présidents؟ علاه نجيبوا الناس نديروا ونجيبوهم من بعيد الى اخره، انتخابات الى اخره. انستالي moi je demande mieux vaut installer les présidents comme cela se faisait dans les années 60 70 الى اخره. تما ما كانش ديمقراطيه. سي كمال بن ميسي، اليوم سؤال اخير بالنسبه لك لانه الوقت خلاص انتهى. ماذا ستقدم للاتحاديه الجزائريه لالعاب القوى في حال تم انتخابك؟ ما هي الامور اللي راح تغيرها؟ انا قلتها قبل جي سي براتيكمون مون بروغرام. انا جو با بروميتر دي ميداي الور كون ا بلو ريان على باس كما قالها. اون ا كيلكو جون نجربوا نحاولوا نطلعوهم. مو سكو جو برومي سي دابور نفكر برك واحد نعرفوا كاين طفل اخر من قسنطينه بنت بلادي. نفكر برك باللي هذاك ولينا بوليد بلادي ولينا مشكل واحد ما يغيرش على دوارو وعلى الكارتيتا ما يغيرش على دارو. لا سي نورمال ما شاء الله كل ولايه فيها ابطال. كل ولايه باللي لازم تفكروا برك باللي مام لاسومبلي جينيرال اللي سوفران في اطار قوانين لا فيدراسيون كيف يا جماعه. اليوم les textes sont clairs. On dit bien que c'est le ministre qui donne par procuration mandat à une équipe qui travaille. À partir du moment où on a accepté قبلنا هذا القانون هذا مشكل اذا في القوانين. شكرا لك سي كمال بن ميسي، نتمنى لك التوفيق في السباق نحو رئاسه الاتحاد الجزائري للالعاب القوى. شكرا لك سي احمد شي بركه، نتمنى لك التوفيق ربما في علاش ما توليش للتدريب لانه نحتاجك مازال نحتاجك في هذا المفر. الزميل تاعنا ايضا يعني مازال معنا في لطن الجزائري. مرحبا بك. شكرا لك سي عبد الصغواني، شكرا لك ايضا العربي بوعزه. تفضل كلمه اخيره يعني تفضل. يعني هزونا من لا بوليتيك تاع لا تير برولي هذيك. المينيس اللي يجي نحي يجيب جماعته ولا سياسه الارض المحروقه هذه. لازم تكون لو سبور لا ستابيليتي اي تري امبورطون في لو سبور. هو on vient de perdre des cadres importants. هاو سي شي بركه سي سعدي تاع لا بوكس الى ايتي في الكوميتي اكزيكوتيف تاع لا فيدراسيون انترناسيونال دو بوكس. يجي لهنايا الجزائر يقولوا له اني ليجيب alors que la boxe quand même il a réussi de bons résultats malgré le manque de moyens اللي هدرت عليهم هنايا. ورا يقعد ولا يروح فين؟ ورا يستنى امر من الفوق. تما كيما رجع لي كيما افضل ما نختم به اليوم ربما الحديث. المهم نتمنى نحن نتحدث عن هذه الامور لتطوير كرتنا وليس لتهديمها او رياضتنا على العموم. نتمنى انه كل امور تمر بشفافيه ونخدم من اجل مصلحه
الرياضة الجزائرية على العموم. شكرا مرة أخرى ضيوفي الكريم، شكرا لكم مشاهدينا على طيب الإصغاء والمتابعة، طيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله.